انت مش شايف نفسك لابس ايه؟ اطلع من هنا، ده فندق 5 نجوم ومخصص للطبقه الراقيه ورجال الاعمال بس. يدخل الفندق راجل شكله فلاح وفقير، هدومه متبهدله، جلابيه قديمه، جزمه متهالكه، ويدخل ويطلب من موظفه الاستقبال ان هو يحجز غرفه ليوم واحد في الفندق ده. ولكن طبعا موظفه الاستقبال تبصله وترد عليه باستنكار وبرود: يا فندم ما ينفعش، احنا بنستقبلش هنا غير رجال الأعمال بس. طبعا هو في لحظتها يحط ايده في جيبه ويطلع تليفونه يعمل مكالمة واحدة، المكالمة اللي هزت المكان كله وخلت الجميع في ذهول. تعالوا بينا نسمع الحكاية للنهاية عشان نعرف ايه اللي حصل وكلم مين في التليفون غير القصة كلها. تعالوا بينا، بس مش قبل ما نصلي على النبي عليه الصلاة والسلام في التعليقات. تبدأ الحكاية من الساعة 2 الظهر. يدخل راجل شكله كده غلبان وفقير وفلاح، مع احترامي طبعا الفلاحين، يدخل لفندق 5 نجوم ويدخل يقف قدام موظفة الاستقبال وبكل هدوء يطلب أوضة إن هو يقضي فيها اليوم النهاردة أو الليلة. طبعا موظفة الاستقبال تبصله وتبدأ ترد عليه ببرود كده وباستنكار، وتبصله من فوق لتحت وهي بتشوف هدومه القديمة والجلابية اللي شكلها واكلها الزمن والجزمة المتهالكة، وترد عليه وتقوله: يا فندم ما ينفعش حضرتك تبقى هنا أصلا، الفندق ده فندق 5 نجوم وده مخصص بس لرجال الأعمال. وطبعا هنا يفضل برضو ساكت ومتمالك هدوءه وأعصابه، ولسه هيتكلم تبدأ هي تتجاهله بأن هي تتعامل مع الناس التانية وهو ولا كأنه واقف ولا كأنه موجود. بعد لحظات يحط ايده في جيبه ويطلع الموبايل بتاعه ويعمل مكالمة هزت المكان كله. كلم حد في التليفون وقعد يرحب بيه ويقول له: انا موجود تحت عندك في الريسبشن وموظفة الاستقبال مش عايزة تحجز لي أوضة، ممكن تنزل لي بس دلوقتي عشان تخليهم يحجزوا لي؟ وما يعديش دقايق وينزل راجل أنيق جدا وفي قمة الشياكة والذوق وشكله باين عليه كده الهيبة، ويجي يقرب من الراجل ويرحب بيه منتهى الترحيب، ولدرجة ان هو بيوطي وينحني كده احتراما ليه. وهنا الكل في صمت وفي ذهول ان ازاي يعني الراجل ده اللي بالشياكة والأناقة دي وباين عليه ان هو هيبة ازاي ينحني للراجل ده ويعمل ويستقبله كل الاستقبال الحار ده. يطلع هو مدير الفندق كله وكل اللي موجودين في الفندق شغالين تحت ايديه بما فيهم موظفة الاستقبال اللي بدأ على ملامحها الخضة والذهول، وليه بينها وبين نفسها كده توقعت ان هي كده خلاص مرفوضة. وهنا يبص المدير للبنت بتاعت الاستقبال ويقول لها: انت ازاي ما تحجزلهوش أوضة؟ انت مش عارفة ده مين؟ وهنا طبعا الكل في استغراب، ما يعرفوش ده مين، هما شايفينه مجرد راجل غلبان وفقير. وهنا يقول لهم: انتوا عارفين الراجل ده ليه فضل عليا وصاحب أكبر فضل في حياتي، مش ليا أنا بس، ده ليا ولعيلتي. عيلتي كلها كانت على وشك الانهيار لما أبويا فقد كل تجارته وفقد كل فلوسه، والناس بدأت تبعد عنه ومفيش أي حد ولا عايز يسلفه ولا حد عايز يقف جنبه ولا يساعده في الظروف دي، بما إنه فقد كل حاجة فبالتالي محدش هيقدر يديله حاجة لأنه مش ضامن إن الفلوس ترجع له. لكن الراجل ده وقف جنب أبويا وسلفه مبلغ مالي كبير ويبدأ بيه من أول وجديد، ولولا الراجل ده أنا ما كنتش اتعلمت أحسن تعليم، ما كنتش أنا وعيلتي عرفنا نعيش في الدنيا دي بعد اللي حصل لنا. والراجل ده عمره ما فكر ان هو حتى يطلب الفلوس من ابويا، ولا فكر ان هو يفكره بالفضل اللي عمله عليه، ولا ان هو كأنه من عليه، ولا عمره اساء الادب ولا اساء اي حاجة مع ابويا ولا حسسه بالموضوع ده. عرفتوا الراجل ده يبقى مين؟ الراجل ده هو سبب وجودي هنا في الفندق ده، والفندق ده
شغال على حسه، يعني ده المكان مكانه، يجي في أي وقت ويترحب بيه وتستقبلوه أحسن استقبال. طبعا الكل كان في صمت برضه وفي ذهول من ان شخصية الراجل ده تبقى هي اللي مؤثرة جدا كده على مدير الفندق. وهنا يبص الراجل برضه بهدوء ويقول لموظفة الاستقبال: أظن دي كانت عبرة ليكي. بص يا بنتي، البني آدم عمره ما كان بهدومه ولا كان بالحاجات اللي هو لابسها. الراجل أو أي حد، الإنسان عموما بيبقى بقلبه، بجوهره، بطبعه، مش بالهدوم ولا بالمنظر الخارجي. هنا البنت تتكسف وتبص في الأرض وتعتذر له، وفعلا إن هي اتعلمت درس على إيده. وكل اللي واقفين كانوا في دهشة من اللي بيحصل ومن الرد بتاع الراجل ده ومن الأخلاق والأدب اللي طالعة منه، اللي ممكن تبقى مش موجودة في كل المستويات الراقية اللي هم موجودين في الفندق. وبعد كده الموظفة عرفت الغلطة اللي هي وقعت فيها، حتى هي اتغيرت تغيير كامل بعد كده في طباعها، في سلوكها، في احترامها للآخرين، وعدم تقييمهم بلبسهم أو بمظهرهم، ولكن تقييمها كان لمجرد ان هو انسان، مجرد ان هو انسان وجب عليه الاحترام، ووجب عليهم ان هم يدوله كرامته وعزة نفسه ايا كان مظهره ايه. ومن ساعتها وكان اي حد يدخل الفندق عادي ما يبصوش لمظهره ولا لأي حاجة، ولكن باعتباره شخص ومواطن وإنسان من حقه إن هو يدخل أي مكان طالما باحترامه وبأدبه. وخد الراجل مفتاح الأوضة وقضى الليلة بتاعته، وتاني يوم الصبح يمشي بكل هدوء. فطول ما انت إنسان ليك حق الاحترام وليك حق المعاملة بكرامة وبعزة نفس زيك زي أي حد، كله سواسية. ودي كانت حكاية النهاردة. أتمنى إن هي لو عجبتكم ما تنسوش تعملوا لايك ومتابعة وشير، وتستنوني كل يوم في حلقة جديدة، حكاية جديدة أو مشكلة جديدة من كلام من القلب. دمتم في حفظ الله. مي علي.